بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل دايرة صوت، دايرة صغيرة جدا مكوناتها بسيطة، لكن الميزة فيها إن هي بتشتغل على فولت بسيط، يعني نقدر نشغلها على 3 فولت بحجرين بطارية اللي هما القلم، او بطاريه ليثيوم اللي هي 3.7 هتشتغل معانا كويس، وسماعه صغيره نقدر نستخدمها لو الاطفال اللي بيحبوا يشغلوا حاجات على الموبايل ويسمعوا صوت اعلى شويه ممكن يستخدموها وهم راكبين العجله. ممكن حد يستخدمها لو موبايل صوته واطي يعلي بقى الصوت ويوصلها بحجرين، وتبقى حاجه صغيره كده تبقى جنب الموبايل. لها استخدامات كتير. تعالوا نشوف محتاجين ايه عشان نعمل الدايره دي. محتاجين 2 ترانزستور BC 547 اللي هو قطبيته NBN، الطرفين سالب اللي هما الاميتر والكوليكتور، والبيز بتكون هي الموجب، وهنوصلهم على التوازي، يعني الاميتر مع الاميتر والبيز مع البيز والكوليكتور مع الكوليكتور. محتاجين مكثف 220 ماكرو 25 فولت. محتاجين مقاومة 10 كيلو، بالشكل ده حضراتكم، وبس كده. تعالوا نشوف هنوصلها ازاي وهنشغلها ان شاء الله مع بعض ازاي. طرف المكثف السالب هيكون مع البيز او القاعدة، هنوصل المقاومة 10 كيلو على كوليكتور والبيز، بالشكل ده كده حضراتكم. شوف ايدي كده، اوكي ايدي ده الدايرة يا حضرات. فاضل لنا التوصيلات بتاعتها. هنوصل ده شاحن موبايل 5 فولت، الدايرة بتشتغل من 3 ل6 فولت، هيشتغل معانا كويس. دي سماعة هنجرب عليها. تعالوا نشوف. وده كابل AUX لداخل الإشارة هنوصله. تعالوا نشوف هنوصل الحاجات ديت ازاي. هاخد الأرضي بتاع السماعة مع الكوليكتور بتاع الترانزستورات، مع الكوليكتور بتاع الترانزستورات اللي هو الطرف اللي على الشمال ده. وهناخد الموجب بتاع الكهرباء على السماعة الطرف التاني. أما الأرضي بتاع الكهرباء هيبقى على الإيميتر.
بالشكل ده كده يا حضرات. فاضل كابل الإشارة معايا ال AUX، هاخد الأرض بتاعه مع الإيميتور اللي هو الأرضي اللي هو ده يا حضرات. بس منه مش عايز بقى اللي يتلحم يتفك. بقيت معانا بالشكل ده. طيب نوصل كهرباء كده ونجرب. بعد ما اكتمل التوصيل لحضراتكم بالشكل ده، هنجربها مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه.